ta fito daga dawa Ali bin Abi Talib daga dawo Aliyu bin Abi Talib ita ce Sadiya Musa doka farfafafan kuma ta mahuwa Sadiya Musa doka هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا نأتي إلى سؤال التجويد ما حكم التجويد هنا في هذه الآية ووجوه يومئذ باصرة إذ باصرة إقدام التنوين إذ باصرة إدفاع الشفوي إذ باصرة إقدام التنوين السؤال الثاني ما هو الإقلاب لغة واصطلاحا الإقلاب لغة هو قلب النون الساكنة والتنوين إلى ميما مخففة في اللفظ لا في الخفض أي لا في الكتاب مع بقاء السنة فيهما. عجب أحسنت وما هي معناها اصطلاحا وما معناها الإقلاب لغة تحويل شيء عن وجهه. أحسنت بارك الله فيك تنبيه